حبايب قلبي، النهاردة مشينا يومنا بأبسط الأمور، بأجمل أكلة كفتة ورز وسلطة من بيتنا. وفرزنا هنفرز الفلفل الألوان، ونظمنا الحاجات اللي احنا جايبينها النهاردة من التسويق. ويلا بينا واحدة واحدة وخطوة خطوة نشوف احنا عملنا ايه. آخر جمال. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أتنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. النهاردة أنا عملت كفتة، بس عملتها عند الجزار. ادعولي بقى أجيب المفرمة عشان أعمل كل حاجة قدامكم. وجبت شوية تسويق وأنا بعمل الكفتة من حواليها كده. جبت فلفل ألوان للتفريز، لأن أنا بحبه قوي دايما في التلاجة، ما اقدرش استغنى عنه في اي حاجة، خصوصا في الحاجات اللي يعني كبدة، الحاجات دي، لحمة، محشي، بحبه في كل حاجة بصراحة. جبت جرجير للسلطة، وجبت دي اول مرة اشوفها بصراحة، اللي هي الشرابات الصغيرة اللي هي الكف دي للاطفال، جبتهم لاسر. ايه كمان، وجبنا لفة جلاش ان شاء الله هنعملها اليومين الجايين مع بعض، بجبنة بلحمة، حلو اللي زي ما كيفنا يجبنا ان شاء الله. ده بقى البرطمان بتاع السمسم. انا جبت سمسم هنحطه فيه، نملاه من الحاجات اللي ما اقدرش استغنى عنها ابدا، ما ينفعش ما يكونش موجود في البيت. معجنات بقى وقرص وقراقيش وحاجات اللي دايما نعملها مع بعض دي. ايوه كده، نظبط الدنيا مية مية. حطه مكانه. نعمل بقى الكفتة. هقول له بقى المفاجأة، الكفتة دي مش بلحمة. انا كان عندي حتة صغيرة من صدر ديك رومي، يعني ما كنتش عارفه اعملها ايه، لان صدر الديك رومي بيبقى ناشف شويه في الاكل في السليق، ففكرت ان انا اعملها كفته. فنزلت عند الجزار، هي كانت ربع او ازيد من ربع، حاجه بسيطه. حطيت عليها ربع رز، وحطيت عليها بصلايه وخمس فصوص توم كبار، وخضره وبهارات. ورحت عند الجزار فرمتها. والله يعني هي جميله، يعني جميله كطعم، بس طبعا ما فيهاش المدغه بتاعه اللحمه. هي بتدوب كده، يعني تيجوا تاكلوها بتدوب، ما فيهاش المدغه والمطه بتاعت اللحمه دي. بس هي مشت اليوم وفي منتهى الجمال، الحمد لله. يلا بينا بقى نحمرها مع بعض. انا بحمر الكفته، بحطها مره واحده، هي اصلا مش كميه كبيره، يعني هي مش كتير، فبحطها مره واحده بس ما تقلبيهاش على طول. سيبيها تشد كده وتنشف وتحمر شويه وتاخد لون، بعد كده قلبي براحتك. لو قلبتيها وهي كده هتبوظ. ده بقى البصل والثوم، الصلصه بتاعت الكفته. فرمنا البصله وادي الثوم ده اللي احنا مفرزينه مع بعض. بصوا الجمال، تحفه، مفيش كده. بصل وثوم وسمنه كده. الكفته احمرت، قلبها بقى كمان تقليبه ونشيلها من على النار كده. حلو قوي، لونها جميل. البصل والثوم بخليهم بس كده، يعني ياخدوا لون خفيف اصفر ذهبي بس كده، ما يغمقش. ايوه كده، جميل قوي. نحط عليه بطاطسايه، اللي عنده اطفال وبيحب البطاطس شوحها في البصل والثوم، بتبقى الحته جميله. ودي الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض برضو، الصلصه المتصفيه الخاصه بالخضار. دي كوبايه ميه. انا ما عنديش شوربه في التلاجة، كان انا دايما عندي، بس انا النهارده ما عنديش شوربه في الفريزر، فانا حطيت ميه ومفيش مشكله يعني. وده فلفل وكمون وملح ومرق الدجاج، عشان دي ميه مش شوربه. هي كده كده الكفته بتنزل دسمها في الشوربه او في الميه، وبتبقى تحفه بصراحه. هي كانت خطيره، طعمها جميل، بس بتشرب شوربه كتير. بصوا الجمال، جميله جدا، وطماطم حلوه ولونها مظبوط. احنا كده خلصنا الكفته، يلا بينا بقى نخش على الرز. الكوبايه دي عيارها 300 جرام، انا باخد منها 2 600 جرام، عشان احنا 3 ال600 بيعملوا معايا 3 بولات. انا بحب الحاجات دي يبقى فيها نظام عشان عدم التهدير، يعني الدنيا غلا ومش مستحمله. كده احنا غسلنا الرز. انا بحب قوي اعمل الرز في صينيه، وحطينا، انا دايما احط تلتين المعيار دهون زيت والتلت سمنه.
الزيت بحط في الاول، السمنه بحطها في الاخر. كده هنبدا نشوح الرز كده، اخد اللون الذهبي الجميل. هنحط نص كوبايه شعريه. طبعا اللي انا بقوله ده على حسب انت تحبي ايه، تحبي الشعريه ما تحطيش. نشوحها بقى كده ولحد ما تاخد اللون الذهبي. اوعي تغمقي، اوعي تغمقي، بعد ما بيستوي شكله مش حلو خالص. بس كده، هو ده اللون الجميل. بس بمسكي بقى الرز بالرز المتحمر ده بالزيت او بالسمنه وشوحي، غلفي كل الرز بالزيت او بالسمنه المحطوطه اللي انت حطاها. افضلي شوحي فيه بتاع دقيقه او دقيقتين كده قبل ما تحطي الميه المغليه، والميه تتحط سخنه مش ساقعه. يا جماعه والله انا بقول بالتفصيل، مش عشان خاطر حاجه، كلنا ستات بيوت وكلكم فوق راسي. انا بتكلم عشان ممكن يكون في بنات مش عارفين حاجه زي كده، لسه متجوزين جديد. احنا كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حد احسن من حد، وانا متعوده معاكم ان اقول لكم كل حاجه بالتفصيل. هنا بقى هنحط طبعا الملح على حسب كميه الرز وتظبطيه، وكمان نص معلقه بهارات بيضه. البهارات البيضه بتخلي الرز زي العسل، مسكر وجميل. هنا الرز اتشرب. هنحط بقى ايه؟ هنحط معلقه السمنه البلدي. والله العظيم بتودي الرز في حته تانية خالص، ريحه وطعم حكايه. اعملوها جربوها هتدعولي. خلوا دايما معلقه السمنه في الاخر. شوحوا في الرز بالزيت في الاول، والسمنه خلوها في الاخر. هدوا عليه بقى النار شمعه وسيبوه. هنبدا بقى نعمل السلطه. هنا التليفون فصل معايا شحن وانا بعمل السلطه، بس الحمد لله هو جاب منها يعني ايه، حبه كويسين. انا بحب الخضار اقطعه كبير، انا بحبش الخضار يبقى رفيع، السلطه تبقى ناعمه، بحبش كده. بحب الخضار يبقى ايه، متقطع حلو كده وكبير. اولا شكله بيبقى جميل، ثانيا انت بتستفيدي بالفايده اللي في الخضار في الاكل، واجمل في الطعم والله. على حسب بقى انت بتحبي بقى السلطه حاميه، بتحبيها بارده، الفلفل بتاعك على حسب ما انت بتحبي. والجرجير وجمال الجرجير، السلطه ما تبقاش سلطه الا بالجرجير، ريحه وطعم يا جماعه. بصوا الالوان، شوفوا الجمال. هو التليفون بقى وقف لحد كده. هنا بقى الفلفل الالوان هنمسكه نقطعه ونكيسه ونحطه في فريزر، واحده واحده كده احنا مع بعض. انا الفلفل انا يعني بحبه وسط في التقطيع. انا بقى لما احب انعمه مثلا احطه في محشي او عايزه انعم شويه وهو خارج من الفريزر متجمد، تحطيه في الكبه وتروحي مدياه تكتين بس كده، فرمه بسيطه، هيخرج لك مش ناعم قوي، كانك فرمه بصل، وهيبقى جميل في المحشي. واحيانا احنا بنحبه خشن، فانا بخليه كده وسط وبستخدمه ايه في يعني انا حبيت انعم ما حبيتش خلاص. وبعدين انا بحاول نعمل كل حاجه بسرعه بسرعه علشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو يعني. الله على الجمال وعلى الالوان، تسلم ايدك يا ام عمر، تسلم لنا يا رب. حبايب قلبي كلكم والله. كده احنا خلصنا. هنمسكه بقى نكيسه، نحطه في اكياس. اقسميه على كيسين. طبعا الكيس مش وجبه، انت هتخرجي الكيس تاخدي منه اللي انت عايزاه وترجعيه الفريزر تاني. اكياس كبيره، ده كيلو وربع فلفل. تيجي بقى فرغي منه الهواء وفليه كويس بس كده، ويتحط في الفريزر لاي وقت انت حابه تستعملي. كده احنا خلصنا الفلفل، نبدا بقى نعبي الغدا. بصوا يا جماعه الصواني وجمالها، يعني في كل الاستعمالات شغاله، حتى في تقديم الاكل. يا سلام على السلطه، سلام على السلطه وعلى جمالها وعلى الوانها، حاجه تفتح النفس. نعبي بقى الرز في البوله. انا بحطه في البوله الاول. في قوالب اللي هي بتقلب الرز في الطبق، اشكال قلب ومش عارفه ايه، بس انا بحب البوله بصراحه، شكلها جميل وبتاخد كميه رز حلوه.
بصوا الجمال وبصوا البساطة. طريقة التقديم في الأكل بتفتح النفس يا جماعة. الأكل يعني أنت لو ملكيش نفس تاكلي هتاكلي. كده احنا خدنا بولتين، والبولة التالتة بقى لما صاحبها هيجي من بره بالسلامة. وادي الكفتة. في أجمل من كده بساطة؟ أبسط حاجة في الدنيا، آخر جمال. ألف هنا وشفا. خلصنا وعملنا الفلفل وعملنا وظبطنا حاجتنا وخضارنا وعملنا غدانا بألف هنا وشفا. أحلى لايك لأم عمر وأحلى كلمة حلوة.